التساقطات المطرية سيكون لها انعكاسات إيجابية على القطاع الزراعي وعلى المراعي بإقليم سطات. وبفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مجموعة من النساء انخرطن في تربية الماعز وإنتاج الجبن التقليدي. المشروع أصبح يدر عليهن دخلا وإخراجهن من دوامة الفقر والهشاشة. والتفاصيل في روبورتاج زهير الدودي. منطقة بني مسكين بدائرة البروج التابعة لإقليم سطات، هنا تستفيد النساء من مشروع لتربية الماعز وإنتاج الجبن التقليدي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. حنان متشرف واحدة من المستفيدات. في يناير من العام 2006 حصلت على 6 عنزات من أصل 264 عنزة، سلمت ل 44 امرأة قروية. المشروع يوفر للمستفيدات دخلا شهريا قارا يزداد مع تطور المشروع. عطاونا هاد الماعز باش نحلبوه بينا وقوم الصبانيه وكيديروا منه الفرماج والجبن، والحمد لله ولدوا 4 جديات. ودابا كتشوف راهم والدين مع هاد الماعز. عاد عندنا شويه ديال المدخول، شويه ديال المصروف، تبغي تشري للدراري شي حاجات في السيمانه ندفعوا ديك 4 المرات ولا 3 المرات ولا فين ما جا راه كيصيب الحليب موجود في الثلاجه، الخط ويديه وصافي. الحصيلة اليومية من الحليب الموزعة على 5 دواوير يتم نقلها من أجل إنتاج الجبن التقليدي. هنا داخل جمعية بني مسكين للتنمية البشرية يتم إعطاء قيمة مضافة لتربية الماعز. كل التجهيزات الضرورية متوفرة لتحويل الحليب إلى مادة تسوق حاليا في مناطق مختلفة بإقليم سطات. المشروع برمته كلف 1.5 مليون درهم، وساهم في دعمه برنامج الأمم المتحدة للتنمية. المشرفون على المشروع يسعون حاليا إلى توسيع دائرة المستفيدات منه، وذلك بهدف إحداث تعاونية مهنية. تعاونية تكون مهيكلة بآلات عصرية وتأطير مهني وتقني لجميع المستفيدات من المشروع، بدءا من تربية الماعز وصولا إلى تسويق المنتوج على الصعيد الوطني. واللي كنتوخاو منه في الأخير هو تحسين مستوى ديال مؤشر التنمية البشرية اللي كنعرفوا جميع أنه كيتكون من مكونات 3: الدخل، من الصحة، ومن التعليم. محو الأمية برنامج تستفيد منه كل النساء القرويات المشاركات في هذا المشروع، الذي يضمن لهن استقلالا ماليا في عالم قروي يحتاج إلى تطوير المزيد من المشاريع المدرة للدخل.